السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من صوت الملعب. صفقة أوفي إيجيري، الصفقة اللي حيرت ناس كتير قوي. اللاعب ممتاز جدا ومهارات وحاجة جميلة قوي، وما ننساش إن هو من نيجيريا، ونيجيريا بتتمتع بالمهارة والسرعة والقوة، لكن مع الأسف الصفقة في طريقة اللي هي ما تتمش. والله أبكي. والله يقول لي أنت مشلول ولا رجولك من الأسباب إيه هي؟ الأسباب هو عدم التواصل والرؤية الصح. عيب يا والله ما يستاهل يوم الدين. ترى ليش؟ لأنك ما ربيت. لأن مدرب الزمالك جوميز متمسك جدا باللاعب. يا أخي السؤال هذا من حقك ولا حقي؟ حق سيادتك. أعطي. حاضر سيادتك، أنا مالي. اطلع يابا. تعالى من انجلترا على مصر عشان تمضي العقد. تمضي العقد ديت يعني انت جاي تخلص من غير اي اختبارات ولا اي حاجه. وفعلا احنا لما نشوف مهارات اللاعب وفيديوهاته هنعرف ان اللاعب رائع، لكن مجلس الاداره ليه راي تاني خالص، ان هو اللاعب بقاله سنتين ما بيلعبش. شوف اول ما دريت انه مشلول. ربنا يزيدك علم يا فندم. وفي نفس الوقت مفيش نادي خده او اشتراه في الفتره دي كلها، فاكيد مستواه نزل. المعلومات دي كلها كانت المفروض اصلا توصل لنادي الزمالك من قبل ما يتصلوا باللاعب ويجوا يقولوا له كم باقي معنا. 100,000 سنة. اعطيه. يلا بقول لساتك 100,000. يا اخي السؤال هذا من حقك ولا حقك؟ وده ما ينفعش اصلا. فوجهة نظر مجلس الاداره ان اللاعب احنا هندفع فيه فلوس كتير جدا وبالدولار، فاكيد لازم يكون سوبر ستار. هي أندية البطولات كده، أنا مش لسه هعد لاعب من جديد، هو مش ناشئ هطلعه لسه، أنا جايب لاعب جاهز أصلا. ومدرب الزمالك متمسك بيه جدا لأبعد الحدود. في النهاية الزمالك خد قرار رائع ومناسب، إن هو قال لك اللاعب يتعايش مع الفريق ويبدأ يلعب مباراة ونتفرج عليه. اللاعب بعد نهاية الماتش على طول خد بعضه وطلع على مطار القاهرة وبيخلص أوراقه إن هو هيسافر، لأن هو شاف إن الزمالك بيبدأ في عملية تباطؤ في إنهاء العقد أو إنهاء الصفقة. كمان من النقط الهامة اللي خلت مجلس الإدارة يتباطأ في إنهاء الصفقة، بدأ يرفض، ودي خلت المجلس هو كمان بدأ يتباطأ في إنهاء الصفقة. الشيء بقى الغريب في الموضوع كله، اللي أصلا الكشافين أو الناس اللي عندها رؤية أو السماسرة اللعيبة، الناس دي أهم حاجة عندها هو المعلومات. حلقة الوصل بقى اللي ناقصة في الموضوع كله، وهي أنت أصلا طبيعة شغلك كله مبني على المعلومات. ان اللاعب المفروض يتحط على اجهزه عشان يطمنوا على سلامه اللاعب ولياقته البدنيه. اللاعب انت المفروض كنت من البدايه خالص تقول لمجلس الاداره بتاع الزمالك وجوميز ان اللاعب ده بقاله سنتين ما بيلعبش ومفيش نادي خده، اكيد مستواه نزل. احنا مش هنعيش على الذكريات. انت مش هتجيب لاعب مثلا من سنتين ثلاثه زي دلوقتي، اكيد المستوى بيتغير. يعني لاعب زي مثلا رمضان صبحي من سنتين ثلاثة غير دلوقتي، وهكذا. هي الدنيا كده، النهارده غير امبارح غير اول امبارح. في النهاية مجلس إدارة الزمالك قراره 100% صح. هو طبعا اكيد الحقيقة نسب، بس النسبة الاكبر لصالح نادي الزمالك او مجلس ادارة نادي الزمالك، لان رؤيته صح للاشياء في الجزء دوت. احنا هنا عندنا في مصر دايما في مقولة بتقول عصفور في اليد خير من 10 على الشجرة. هو يضمن ان اللاعب تمام ومظبوط وبيلعب، واقرب مباراة كانت مثلا من كذا، لكن هتقول له اقرب مباراة من سنتين، لان طبيعة لاعب الكورة اصلا مش منطق او عقل بيقول كده. زي ما احنا قلنا مش هنعيش على الذكريات، مبنية على اللياقة البدنية والمجهود. في النهاية بالتوفيق لمجلس إدارة نادي الزمالك إن شاء الله في كل الفترة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.